اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نستعد لرمضان ونعمل أجمل الوصفات. كل سنة وانتم طيبين يا رب. في البداية حبايبي هنجيب محضرة الطعام وهنحط فيها بصلة متوسطة و10 فصوص من الثوم وكوباية من الخضرة عبارة عن ايه؟ بقدونس وكزبرة وربع كيلو بس صدور دجاج. بعد كده هننزل بالبهارات بتاعتنا وهي عبارة عن نص معلقة صغيرة من الملح والكمون والكزبرة والفلفل الأسود والبابريكا. هنخلطهم كده ببعض وهننزل بيهم على المكونات الجميلة دي. آخر حاجة معانا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. فين بقى حبايبي اللي لسه ما عملوش لايك؟ يلا حطولي اللايك الجميل. هنفرم الخليط فرم ناعم جدا. هنا بقى عندي كوبايتين من الرز المطحون، هننخلهم كويس جدا جدا في طبق، والكمية الباقية دي هنرجع نطحنها تاني ونحطها. هننزل بعد كده عليهم بالخليط اللي فرمناه في محضرة الطعام وهنعجنه كويس جدا لحد ما يختفي الرز المطحون تماما وتبقى العجينة زي ما انتوا شايفين كده. هنغطي الطبق بكيس بلاستيك وهنحطها في التلاجة لمدة ربع ساعة. ودلوقتي بقى هنبدأ بقى نشكل العجينة بتاعتنا الجميلة. هنجيب طبق فيه 3 معالق كبيرة من الزيت. هندهن ايدينا بالزيت علشان يسهل عملية التشكيل. هبدأ بقى أشكل التشكيل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الجمال؟ هنكمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة دي. ودي كل الكمية اللي طلعت من ربع كيلو بس صدور دجاج في زيت غزير على درجة حرارة متوسطة. هننزل بالكفتة الجميلة دي. أول ما تاخد اللون الذهبي نبدأ نخرجها من الطاسة. ريحتها بجد خطيرة جدا جدا، وبجد طعمها حلو جدا جدا. ولو زودتي كمية الصدور هتعمل معاكي كمية أكبر وتخزنيها لشهر رمضان. بتمنى تجربوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم جدا جدا، وبألف هنا عليكم يا رب. كانت معاكم الشيف ماجي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.